يا أهلا بيكم. لو بتشوف الفيديو ده يبقى أكيد بتسأل ليه فلوسي بتخلص بسرعة. في الفيديو هنتكلم في موضوع ده اللي محير ناس كتير. قبل ما نبدأ رحلة كشف الأسرار ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. شاركوا الفيديو ده مع أصحابكم وعلقوا في الكومنتس عشان تساعدنا ننشر أكتر. خليني أحكي لك قصة أكرم. أكرم موظف ناجح دخله ممتاز جدا. كل شهر بيقبض مرتبه وبيحس إنه ملك العالم. لكن الغريب إن آخر 10 أيام في الشهر أكرم بيكون مفلس حرفيا. السؤال اللي بيوجع دماغه، المرتب ده كله راح فين؟ أكرم مش لوحده، دي قصة بتحصل مع ملايين الناس اللي دخل كويس ومفيش بركة. المشكلة مش في حجم الدخل، المشكلة في العادات المالية الصغيرة اللي بتسحب فلوسك. دي 5 أسرار مالية محدش بيعلمها لك وهي مفتاح بناء ثروة. السر الأول وهم تتبع المصروفات. كتير مننا بيهتم بالمصروفات الكبيرة وينسى الفتات. فنجان القهوة اليومي، وجبة الغداء السريعة اللي ممكن تكون مكلفة. المبالغ الصغيرة دي لما تتجمع آخر الشهر بتعمل فرق كبير في محفظتك. الحل هو دفتر أو تطبيق صغير تسجل فيه كل مليم بيطلع منك بدقة. السر التاني التفرقة بين الحاجة والرغبة. دي حكمة قديمة والتمييز بين الاتنين هو أساس الإدارة المالية. الحاجة أساسية لحياتك زي الإيجار والأكل الضروري، أما الرغبة فبتيجي من المقارنة بالغير أو من الإعلانات المغرية. قبل ما تشتري أي حاجة اسأل نفسك هل ده فعلا هيحسن حياتي ولا مجرد متعة لحظية؟ السر الثالث قوة الأهداف المالية الواضحة. معظم الناس بتوفر بدون هدف محدد وده بيخلي التوفير سهل الكسر. لازم يكون عندك هدف محدد، شراء شقة، تعليم الأولاد أو إطلاق مشروع. الهدف ده هو اللي هيخليك تلتزم وما تبصش على فلوسك كل يوم عشان تصرفها. السر الرابع استثمر في نفسك أولا. أغلى وأفضل استثمار ممكن تعمله هو استثمارك في مهاراتك ومعرفتك. كل ما زادت مهارتك زادت قيمتك في سوق العمل وبالتالي زاد دخلك. ما تستخسرش تدفع في كورس هيعلمك حاجة جديدة ومطلوبة في المستقبل. ده مش مصروف، ده رأس مال بينمو وبيجيب لك عائد طول العمر. السر الخامس والأهم عقلية الثراء wealth mindset. عقلية الثراء مش معناها إنك غني دلوقتي، معناها إنك بتفكر زي الأغنياء. الغني بيفكر فيه إزاي يزود مصادر دخلي مش إزاي يقلل مصروفي بس. الفقير بيفكر في السعادة اللحظية، الغني بيفكر في الاستدامة وبناء الثروة. عقلية الثراء بتخليك تشوف كل جنيه كأنه جندي لازم يشتغل ويجيب جنود تانيين. لو حطيت ال5 أسرار دول في دماغك هتغير حياتك المالية للأبد زي أكرم. ما تخليش فلوسك تبقى زي المية اللي بتتصرف من بين إيديك بدون فايدة. العادات الصغيرة والإيجابية دي هي مفتاح بناء ثروة حقيقية. خلينا نراجع تاني سريعا. تتبع كل المصروفات مهما كانت صغيرة. فرق دايما بين ما تحتاجه وما تريده. حط أهداف مالية مكتوبة وواضحة جدا. استثمر في مهاراتك الخاصة وكنزك الشخصي. وطبق عقلية الثراء اللي بتفكر في مصادر دخل جديدة مش بس التوفير. لكن الأهم من كل ده هو إنك تبدأ حالا، ما تأجلش للغد. مفيش وقت أحسن من دلوقتي عشان تسيطر على فلوسك وعلى حياتك المالية. لو عايز تعرف أكتر عن بناء الثروة والاستثمار للمبتدئين اكتب لي في الكومنتات. أنا بقرأ كل التعليقات وبتفاعل مع أسئلتكم عشان أقدر أساعدكم. تذكر إن الإدارة المالية هي مهارة والمهارة بتتطور بالممارسة والإصرار. ما تيأسش لو حسيت إن الأمر صعب في الأول، كلنا بدأنا كده. كل رحلة 1000 ميل بتبدأ بخطوة وخطوتك الأولى هي الوعي المالي. الوعي بعاداتك المالية السيئة هو نصف المعركة لتحسين وضعك. تخلص من فكرة هبقى غني لما يجيلي مرتب أكبر أو فرصة أكبر. ابدأ بإدارة القليل بكفاءة عشان تقدر تدير الكتير لما يجيلك. الثروة الحقيقية مش في كمية الفلوس اللي بتدخل لكن في اللي بيفضل منها وبتستثمره صح. شارك الفيديو ده مع أي حد حاسس إن فلوسه بتطير منه ومحتاج النصيحة دي. ممكن تكون أنت سبب تغيير حياة شخص للأفضل عن طريق معلومة بسيطة. إدارة فلوسك هي مسؤوليتك الأولى تجاه مستقبلك وأسرتك وراحة بالك. ما تنسوش لو عايزين فيديو تفصيلي عن بناء الثروة والاستثمار للمبتدئين اطلبوا ده في التعليقات. شكرا لوقتكم وتركيزكم وبتمنى لكم كل التوفيق في رحلتكم المالية. استنونا في الفيديو الجاي اللي هيكون فيه موضوع جديد ومثير وهيفيدكم أكيد. أشوفكم على خير قريب ومع السلامة.